اول فيديو في السلسله واحنا بنتعلم HTML خطوه بخطوه. كل تاج اتعلمناه كان بيضيف لنا جزء جديد للموقع، العناوين، الميديا تاج، القوائم، الجداول والفورم. لكن لحد اللحظه دي انت لسه بتتعامل مع الهيكل، فاضل لنا حاجات بسيطه نتعلمها في الفيديو ده علشان نبدا ندخل على ال CSS. يلا بينا نبدا. في شوية عناصر صغيرين ناس كتيرة بتعدي عليها بسرعة مع انها موجودة فعليا في مواقع حقيقية، زي مربع كتابة الرسائل، زرار تحميل الملفات، طريقة عرض الاكواد البرمجية، وحتى طريقة كتابة ملاحظات لنفسك جوه المشروع. طيب اولا التكست اريا، فاكر لما استخدمنا الانبوت كان ممتاز للاسم، الايميل، رقم الموبايل، لكن اول ما تطلب من المستخدم يكتب رسالة فجأة المكان هيبقى ضيق، ان مش هيبقى فيه اتساع ان المستخدم يكتب رسالة طويلة. وهنا بيجي دور التكست اريا. التكست اريا عبارة عن صندوق بيتسع على حجم الرسالة اللي هيكتبها المستخدم، سواء صفحات التواصل، التعليقات، الشكاوي واقتراحات، واي مكان محتاج كتابة رسالة طويلة. نكتب تكست اريا. هيظهر عندنا اتنين اتريبيوت، النيم والاي دي. النيم مش هتستخدمه حاليا بس هو مهم جدا قدام، لانك بتستخدمه في ارسال البيانات اللي بتيجي للتكست اريا للسيرفر. والاي دي ان انت بتدي للتكست اريا نص مميز عشان تقدر تتحكم فيه بالجافا سكريبت، او تديله تنسيق عن طريق السي اس اس، او حتى تربطه بتاج الليبل اللي احنا شرحناه في فيديو قبل كده. عندنا اتريبيوت تاني اسمه بليس هولدر، بيكتب رساله ارشاديه تظهر للمستخدم قبل ما يبدا يكتب. مثلا هنقول له اكتب رسالتك هنا، هتظهر له داخل التكست اريا، بس بمجرد ما اكتب في التكست اريا بتختفي فورا. طبعا عندك اوبشن ان انت توسع التكست اريا على حسب ما انت عاوز. وفي عندنا اتريبيوت تاني اسمه درو، من اسمه عدد السطور اللي هتبقى داخل المربع. يعني مثلا انا عايزهم 5 سطور، فتسع التكست اريا على حسب انت عاوز كام سطر. يعني مثلا لو انا قلت له 15 سطر فهتلاقي الارتفاع تبع التكست اريا زاد عن حجمه في الاول، فهنخليها 5. وعندنا اتريبيوت تاني اسمه الكولز، عرض مربع الكتابه. احنا قلنا ان الرو بيتحكم في الارتفاع اللي هو عدد السطور، الكولز بيتحكم في عرض التكست اريا. مثلا هنخليه 20 فهتلاقي العرض بتاع التكست اريا زاد معاه. يعني مثلا لو خليته 50 هتلاقي العرض زاد معاه. تمام. تاني حاجه عندنا زرار مهم جدا وهو البوتون. احنا قبل كده استخدمنا الانبوت سبمت ودي شغال عادي، لكن في المشاريع الحديثه غالبا هتلاقي تاج البوتون مستخدم اكثر من السبمت. لو جينا مثلا كتبنا سند هتلاقي الجمله اتكتبت جوه الزرار. ليه بنستخدمه؟ لانه مرن اكتر، تقدر تحط جواه نص، ايقونه، صوره، وكمان التعامل معاه في السي اس اس بيكون اسهل من السبمت. طيب انا لو هستخدمه زرار للسبمت فعلا فعندي اتريبيوت اسمه تايب، بكتب جوه التايب بختار الفيتشر تبع سبمت. لو انا عايز اعمله مثلا ريسيت او اخليه زرار عادي فبختار على حسب انت عاوز تستخدمه في ايه. طيب بعد كده عندنا الداونلود اتريبيوت. السيناريو الطبيعي انك تضغط على ملف البي دي اف، المتصفح يفتح البي دي اف، لكن احيانا انت كمطور مش عاوز الملف يفتح، انت عاوز الملف يتحمل مباشره على جهاز المستخدم، وهنا بيظهر الداونلود اتريبيوت. لو انا جيت عملت تاج الاي وجينا ضفنا البي دي اف اللي احنا عاوزين المستخدم يحمله فهنضيفه، نكتب سيشن ونيجي داخل تاج الاي نكتب داونلود. احنا دلوقتي مش شرط عندنا نكتب الايكوال والدبل كود دلوقتي، هفهمك الفكره الاول وبعد كده هشرحهم لك. هنكتب مثلا تحميل الملف، بمجرد ما نضغط على تحميل الملف هتلاقي صفحه فتحت معاك ان انت تقدر تحمل الملف. فلو جينا نضيف اوبن هتلاقي الملف فتح معاك بدون اي مشاكل. طيب ايه لازمه الايكوال والدبل كود؟ فايدتهم انك لو عاوز تخلي المستخدم يحمل الملف باسم انت تحدده. يعني مثلا هو هنا اسمه سيشن 1، لو انا كتبت هنا مثلا HTML وجينا عملنا تحميل الملف هتلاقي اسم الملف اتغير HTML.pdf بدل سيشن 1. تمام كده. طيب الجزء اللي بعده وهو الكود والبري. لو انت عاوز تكتب كود داخل الموقع بتاعك بس ما يكونش في شكل نص، يكون في هيئة كود برمجي بدون ما الكود يتداخل مع المشروع الحقيقي، نعمل كده ازاي؟ المشكلة بتبدأ اول ما انت بتحاول تعرض الكود بتاعك داخل الصفحة، فالمتصفح مش شايف كود، شايف مجرد نص. واحيانا اسوأ من كده لو عمل تداخل مع اكواد المشروع، لو انت كاتب مثلا كود جافا سكريبت او سي بلس بلس فبيكسر التنسيق. عشان كده HTML وفرت عنصرين بيشتغلوا مع بعض، واحد بيقول للمتصفح ده كود والتاني يقول له اعرضه بنفس الشكل اللي كتبه المبرمج. طيب تعالى كده نجرب. هنكتب كل دوت عن طريق تاج اسمه كود. لو انا عايز اكتب مثلا كود جافا سكريبت، اكتب مثلا اهو ده كده كود جافا سكريبت. تاج الكود بيقول للمتصفح ان المحتوى اللي جواه كود برمجي. طيب مشكله المسافات، لو انا مثلا
عملت المسافه دي هتلاقي المسافه بعدت مش نزلت تحتيه زي ما انا عامل هنا. المسافات ديت اطبقها ازاي؟ عن طريق تاج البري. ناخد كات نكتب بري. تاج البري بيحافظ لك على المسافات اللي انت عاملها بالظبط. تعالى كده نضيف الكود هتلاقيه اتضاف زي ما انت كاتبه بالظبط. يعني مثلا لو انا جيت ضفت المسافه دي خليته قدام شويه هتلاقيه نفس المسافه بالظبط. طيب عندنا تاج تاني مهم وهو الاتش ار. الاتش ار بيفصل لك الجزء الاولاني عن الجزء التاني. يعني لو انت عندك قسمين في الموقع بيفصل لك بينهم عن طريق خط. يعني انا مثلا عندي الجزئيه ديت والجزء ده فانا افصل بينهم عن طريق تاج الاتش ار. بمجرد ما اكتبه هتلاقي فيه خط اتعمل والتاج دوت سنجل تاج. اخر جزء لو انا عايز اكتب تعليق او نوت ليا في الكود ان مثلا الجزئيه دي انا فاكرها ان هي بتعمل حاجه معينه فاكتب ملاحظه فوق الكود. اعمل كده ازاي؟ يعني لو جيت مثلا هنا كتبت اي نص هيظهر في المشروع. طيب لو انا عايز اكتب نص ده بقى بدون ما يظهر اعمل كده ازاي؟ عن طريق الكومنت. الكومنت بيتعمل عن طريق كنترول سلاش. كده انت عملت هاش الفيجوال ستوديو كود بيتجاهلها. اي حاجه انت تكتبها جواها مش هتعتبر ولا كود ولا نص تظهر في المشروع. يعني دي نوت تكتب فيها الملاحظات بتاعتك وديت مهمه جدا لما بتشتغل على مشروع كبير تحتاج تذكر نفسك كل جزئيه بتعمل ايه بالظبط. او لو شغال مع فريق لازم تكتب انت شغال في ايه او وصلت لفين. بتحدد كل جزئيه بتعمل ايه علشان تسهل عليك فيما بعد التعديل او تحديث. وبكده تكون فعليا قفلت ملف ال HTML بالكامل من اول عنوان كتبناه لحد اخر عنصر اتعلمناه النهارده. فحاول تراجع كل اللي احنا اتعلمناه بنفسك علشان ما تنساش الاكواد. فاهم ما في الموضوع ان انت تطبق بايدك كتير. التحدي الاخير ليك اعمل صفحه فيها كل اللي احنا اتعلمناه من اول فيديو ده لو متابع معانا، او ان انت تسمع الشرح وبعد ما تخلص الشرح على طول تطبق بايدك، لان احنا بطبيعتنا كبشر بننسى. فمحتاج تطبق بايدك علشان تتعود على كتابه الاكواد وتمرن نفسك على الشغل بايدك. لو قدرت تعمل كده فانت جاهز بنسبه كبيره جدا ان انت تخش معانا في كورس ال CSS في الفيديو الجاي ان شاء الله. ففي الفيديو الجاي هنبدا اول خطوه عمليه في ال CSS، وهنا الموقع هتبدا تاخد شكل احترافي. وما تنساش انك تدعمني بانك تشترك في القناه، تضغط زر اللايك، واشوفكم في اول كورس في ال CSS. سلام.